انا هقفل الشات خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الاوراكل، واتكلمنا على ازاي نبدأ ندرس الاوراكل، واتكلمنا على حاجة اسمها الاي ار دي، الانتيتي ريليشنال دياجرام. تمام، وده الخاص بان انا ازاي اعمل اناليسيز للبروجكت بتاعي. وقلت علشان ابدا اشتغل على بروجكت ببدا من الاخر وبمشي للاول، بمعنى انا بفكر بالشقلوب. ازاي بفكر بالشقلوب؟ وضربت مثال على كده. ضربت مثال على كده ان انا دلوقتي عايز اشتري عربيه، وعلشان اشتري عربيه اعمل ايه؟ مضطر ان انا اشتغل، مضطر ان انا اجيب فلوس، مضطر ان انا اجمع معلومات على الموديل اللي انا عايزه، واشوف العربيه امكانياتها متناسبه مع امكانياتي ولا لا، وبعد كده بشتري العربيه. هذا هو ده الفكر اللي حضرتك بتتبعه لما تعمل مشروع او بروجكت جديد. حضرتك انت عايز تعمل مثلا سيستم لبنك، او سيستم لشركه، او سيستم لمصنع. انت محتاج ايه من البرنامج؟ البرنامج ده هيطلع لك تقارير عامله ازاي. تمام، فانت بتفكر من الاخر وبتبدا ترجع، هتبدا تشوف انت الداتابيز بتاعتك والجداول بتاعتك عامله ازاي. ده الجزء واتكلمنا على امكانيات الاوراكل وليه احنا بنستخدم الاوراكل، وكان فيها حوالي 6 مميزات اللي هم السكالابيلتي والريدابيلتي والسنجل ديفلوبمنت موديول والكوميون سكيل واللي هي المانجمنت والوان فيندور. دي الحاجات الخاصه بمميزات الاوراكل. وخدنا بريك 10 دقايق، واتكلمنا بعد البريك على ازاي نسطب، واشتغلنا في اول شابتر عملي فعلا. انا هراجع مراجعه سريعه على طريقه التسطيب، لان في ناس كانت قابلتها مشاكل. انا هعمل شيرنج دلوقتي على الديسكتوب، وحضرتك هتشوف معايا طريقه التسطيب بتاعه الاوراكل عامله ازاي. حضرتك طبعا لما تنزل السورس من على موقع اوراكل بتشوف امكانيات جهازك، بتشوف الاوبريتنج سيستم بتاعك اكس بي ولا 7. تمام، ال 7 32 او 64 هو السورس واحد اللي هو الخاص بال 32. حضرتك هتعمل دبل كليك على الفايل اللي هو خاص بالاي اكس اي بتاع السيت اب، هيظهر لك الشاشه السوداء دي. لازم يظهر لك هنا كلمه بيزد علشان تبدا ان الجهاز او السورس اللي انت حضرتك شغال عليه متطابق مع الجهاز بتاع حضرتك. طيب الحاجه الثانيه، اول ما بيظهر لك الكلام دوت بتبدا تظهر لك الشاشه الثانيه اللي خاصه انت نوع التسطيب بتاعك بيزك ولا ادفانسد. احنا بنختارها ادفانسد عشان نظبط وندعم اللغه العربيه، في ان انا لما اعمل انسرت على تيبل باللغه العربيه يظهر لي باللغه العربيه. تمام، الخطوه الثالثه حضرتك هنا في السلكت انستليشن تايب هنختار الستاندر اديشن، وهنتك على البرودكت لانجوج، وهنختار اللغه الخاصه بينا واللي هي اللغه الانجليش اللي احنا هنشتغل بيها طبعا. وهنختار هنا المكان اللي هينزل فيه الاوراكل. هو الاوراكل اصلا لما بيجي ينزل بيتشيك على الهارد ويشوف فين المساحه الفاضيه وبينزل عليها هو يعني. بس انت لو انت عايز تغير المكان براحتك يعني از يو لايك. الحاجه الثانيه هنا ما ينفعش لازم تظهر كلمه بيز، يعني انا لو ظهر لك اي ايرور، انا عن نفسي بيظهر لي ايرور هنا. تمام، فانا بتشيك هنا على المربع الصغير دوت وبعمل ريتري، وهو بيعالج المشكله مع نفسه لحد ما تظهر لي كلمه ايه؟ بيزد. رقم 7 مش هنعمل حاجه وهندوس نيكست على طول، و8 كذلك. وفي 9 خلي بالك ان انت هنا بتسمي الداتابيز بتاعتك. دلوقتي احنا اتكلمنا على الداتابيز وعلى السكيما. ايه هما الداتابيز؟ الداتابيز دي حضرتك هي العماره بتاعتك، ده اسم العماره، الاو ار سي ال ده اسم العماره بتاعتك. السكيمات اللي جوه اللي هي الاتش ار والسكوت دي الشقق اللي في العماره. تمام، يعني انت هنا بتسمي العماره بتاعتك وتديها العنوان بتاعك. انا مسميها او ار سي ال، حضرتك عايز تسميها حماده، عايز تسميها لولو، اللي حضرتك عايزه. تمام، بتختار بقى هنا الكاركتر سيت، بتختار ارابيك
و1256 اللي هو الكود الخاص باللغه العربيه، وبيتعلم على تشيك بوكس الخاص بالكرييت سيمبل داتابيز سكيما اللي هو بيكريت لك الاتش ار والسكوت والكلام ده، هو اللي بيكريته لك وينزل لك الجداول بتاعته. بعد ما ظبطت الكاركتر سيت وعلمت على تشيك هندوس نيكست، وهندوس نيكست تاني تالت رابع. بعد كده هيبقى متعلمه هنا عندك على اليوزر ديفاين باسورد، هنشيك على اللي تحت وهنكتب باسورد حضرتك ما تنساهوش، ويفضل ان هو بيبقى سيس، ده الباسورد العام اللي على الداتابيز بتاعتك. بعد كده هيقول لك السمري وتعمل انستليشن. تمام، ودلوقتي تسيبه شويه لحد ما يخلص. هيعمل دلوقتي عمليه الكونفيجريشن، هنا برضو كونفيجريشن. بعد ما تصل لك الشاشه ديت بتتك على الباسورد مانجمنت علشان تفتح اليوزر اللي عندك. بتظهر لك الشاشه ديت، بتشيل العلامات الصح دي كلها، وبعد كده بتبدا تعمل تحط الباسورد والكونفيرم بتاع الباسورد. بعد كده هتاخد الكلام ده اللي موجود ده كوبي في ملف تكست، عشان هتخش حضرتك على اللينك دوت اللي هنشتغل عليه على الاي سيكوال بلس. بكده احنا نزلنا الاوراكل على الجهاز. دي كانت مراجعه بسيطه على اللهم صل على سيدنا محمد، على طريقه التسطيب. الحاجه الثانيه احنا اتكلمنا على جمله البيزك بتاعت السلكت. تمام، وازاي اعمل سلكت وايه مميزات جمله السلكت. قلنا ان هي بتعمل بروجكشن وسلكشن وجوين. تمام، البروجكشن انا بجيب عميد، سلكشن بعمل رو، جوين بعمل ربط بين تو تيبل، وازاي نكتب جمله سلكت عاديه، وازاي نعمل بروجكشن. تمام، وازاي ايه هي الرولز اللي انا بكتب بيها جمله السلكت. وعملنا arithmetic expressions، وقلنا احنا عندي رولز عندي على الجهاز بتاعي ان انا الترتيب التنفيذي للعمليات الحسابيه، الضرب الاول وبعد كده القسمه وبعد كده الجمع وبعد كده الطرح، وقبلهم كلهم لو انا في حاجه في براكتس اللي هي اقواس يعني برانسيسز بتتنفذ الاول. ونفذنا على شويه حاجات كده، وقلنا ازاي العمود النال فاليو اللي هو مفيش فيه قيم استخدمه ازاي، وادي الياس او اسم مستعار للكولم في الهيدر، يعني في الريزلت بتاعي اغير اسم الكولم بس، اما في الداتابيز هو ثابت زي ما هو. وازاي اعمل كونكات ربط بين تو كولمز في 1 كولمز، وازاي امسح الاعمده المتكرره، وازاي اشوف الاستراكشر الخاص بالتيبل. ده كان الكلام الخاص بالمحاضره اللي فاتت. تمام، انا وقفت الشيرنج دلوقتي. في مشكله، انا كنت براجع على المحاضره اللي فاتت، فهل في مشكله عند حضرتك؟ ترتيب العمليات الحسابيه في جهاز الحاسب الآلي. رقم 1 عمليه الضرب. رقم 2 القسمه. رقم 3 الجمع، وبعد كده عمليه الطرح. تمام، بالظبط كده. انت ممكن تشيل اللوكال هوست وتكتب اسم الجهاز بتاعك. الباشمهندس رامي حط لكم اللينك ده. طيب انا هضرب مثال بسيط دلوقتي على ان انا هعمل جمله سيلكت على البورد دلوقتي، واشوف مين انتوا هتقولوا لي اللي هتنفذ الاول. تمام، طيب سيلكت اللاست نيم. تمام، كوما السالري، كوما السالري بلس 300 من الامبلويز. تمام كده. طيب برافو برافو.
الباشمهندس او باشمهندسه مش عارف ورا الاسم بصراحه، مش واخد بالي، بس هو الاجابه صحيحه. تمام. طيب هنكتب جمله تانية وهنشوف ايه الموضوع هيبقى عامل ازاي. select last name والسالري. تمام. طبعا انا نسيت الكوما. لو انا ممكن اقصد اغلط في حاجات معينه، انا هفتح الشات، لا عشان دوت تيست على المحاضره اللي فاتت، هفتح الشات عشان الناس تنبهني انا عملت ايه. انا ممكن اغلط في حاجات معينه وانا قاصد ان انا اغلط فيها. يا باشمهندس، احنا بنتكلم دلوقتي في المحاضره اللي فاتت في اي امور بالتسطيب او الكلام دوت في اخر المحاضره. تمام. السيكوال ديفلوبر ما بيتسطبش، حضرتك بتنزلها وتتك على الملف الاي اكس اي وتعمل له كونكت بداتابيز بس. تمام. انا فاتح الشات مخصوص بقى، لا ما مش هنشغل حاجه، انا بسال اسئله نظري، فبعد اذنكم بس نركز معايا بس في الاسئله بتاعت المحاضره اللي فاتت. 12 في السالري زائد ال 300 فروم الامبلويز. هنا هينفذ ايه الاول؟ هنا هينفذ ايه في الجمله ديت؟ ايه الفرق بين الجمله دي والجمله دي؟ بالظبط، عمليه الضرب هتتم الاول وبعد كده هيزود 300. يعني انا في المثال اللي دوت انا قلت برافو انا قلت ان هو هيضيف ال 300 على شهر واحد بس في السنه، وبعد كده ان ال 300 كده اتضافت عندي على شهر واحد بس في السنه. يعني ان هو ضرب في 12 وضاف ال 300 على شهر واحد في السنه على المرتب السنوي توتالز. طيب لو انا جيت هنا ورحت عامل كده، دلوقتي هيعمل ايه؟ ما بين الاقواس الاول هيجمع الاول 300. تمام. يبقى انا كده جميع الموظفين في جميع الشهور هيتضافوا ب 300 وبعد كده هيضرب في 12. برافو كده الناس فاهمه العمليات الحسابيه. وقيس على ذلك بقى انا عايز اعمل ايه. طيب بس انا عايز اضيف حاجه كنا شرحتها المره اللي فاتت. انا قلت مثلا سيلكت ماشي السالري والكوميشن بي سي تي. عمود الكوميشن بي سي تي ده العمود اللي فيه النال فاليو، اللي هو الناس الخاصه اللي هي بتاخد عموله بس. انا الشركه عندي كلها ما بتاخدش عموله عن الناس اللي شغاله في السيلز المبيعات. تمام. وجيت هنا قلت له من جدول الامبلويز. كلام جميل. هاخد بس الكلام ده كوبي بس عشان ما اكتبوش تاني. هنا الناتج هيكون ايه في العمود ده؟ السالري زائد الكوميشن بي سي تي نل. برافو ليه بقى؟ ليه بقى ليه نل؟ ليه ما هو ليه نل بقى؟ ما هو فعلا هيطلع نل ما عدا الناس اللي واخده كوميشن. ليه؟ انا عايز اسال السؤال بس، ان انت دلوقتي كل الناس هتاخد كوميشن، او كل الناس اللي هي ما عندهاش كوميشن هيطلع بنل. ليه؟ ما دام انا عندي سالري اصلا. لا، لان اي عمليه حسابيه
في النل بنل ايا تكن هذه العمليه الحسابيه. اي قيمه او اي عمليه حسابيه بتتم على نل بنل. تمام. حتى لو انا جيت كده قلت له اضرب لي دي كده، نل قيمه غير معرفه، قيمه غير معرفه، قيمه غير معرفه، مش معروفه. تمام. يبقى اي قيمه في نل بنل. دوت كان الحاجات المهمه في المره اللي فاتت. بس كان في كوماند كده انا عايز اقوله. لو انا عملت كده كلمه ديسك امبلويز، يعني ايه؟ بالظبط هعمل الاستراكشرز الخاص بالجدول، الاستراكشرز الخاص بالجدول، ليست الحقول ولكن الاعمده. الاعمده يا نور القران، الاعمده وليست الحقول. ديسكرايب انا بكتبها ديسك، هو بيبقى بيعمل ديسكرايب، ديسكريبشنز، عرض. ده بالنسبه ل حاجه. يا جماعه استسمحكم بعد اذنكم، الناس لا تكتب انجلش لا تكتب عربي، انا ما بعرفش اقرا الكلام الانجليزي متعرب. الكيو ماشي، الكيو. لو انا جيت هنا قلت له سيلكت الامبلوي اي دي، تمام، ورحت نازل قلت له الكلام دوت كونكات مع كيو. بتعمل ايه كيو بقى؟ ها، الناس بتتلخبط فيها كتير، وركز معايا لان عندنا كيو ديت ان شاء الله معانا في كود في البي ال قدام في الليفل الثاني. الكيو ديت انا لازم اعمل تو سنجل كوتيشن. هنعرف دلوقتي بتعمل ايه كيو دي. كيو حرف كيو، نركز بس ما نكتبش حاجه ونشوف اللي هتتعمل ازاي. هتحتاج تراجعها اللي مرفوعه على الويب سايت. الكيو جوه كيو بقى هتحط اي قوسين، اي قوسين، اي قوسين. بص بقى، بص دي، بص هتبقى كده او كده او كده، اي قوسين انت اللي عايزه. ركز معايا، اي قوسين انت شايفهم عاجبينك اعملهم. فاحنا بنعمل ده، تمام. ومبدأ اكتب مثلا مثلا او اي كلمه، اي كلام. لو انت عملت كده هو حصل تهنيج ولا ايه؟ لو انت عملت مثلا كده بس يكون مثلا فيها ابوستروف مثلا كده. حاضر هعيدها تاني. وبعد كده عملت كونكات تاني، ايه اللاست نيم فروم الامبلويز. ركز معايا فائدتها ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل العمود الامبلوي دوت، بعدين الكلمه ديت ايا يكن الكلمه بس تظهر بفورمات معين ان هي تبقى فيها ابوستروف اس او كده يعني، والعمود دوت في 1 كولوم. فائده الكيو ان هي بتعمل لي الفورمات بتاعي اللي هو الخاص بالكلمه ديت ينزل زي ما هو، زي ما انا عايز. لو انا جيت هنا قلت له مثلا the name او the names. الاس انا شلت الاي وحطيت ابوستروف اس. انا بتكلم عموما، انا ممكن يكون الكلام اللي انا بكتبه
مش لوجيك، بس انا بتكلم على كونسبت. انا ازاي الكيو دي بتعمل ايه؟ الكيو ديت فايدتها ان انا انزل ابوستروف اس او اختصارات في الكلام، اختصارات في الكلام. تمام؟ يبقى انا هتنزل لي جمله سيلكت ديت الامبلوي اي دي كونكات مع الكلمه ديت بنفس الفورمات بالابوستروف اس. تمام؟ والعمود ده لازق فيها مع من جدول الامبلويز. بس كده، دوت كان خاص بالمحاضره اللي فاتت. هل في اي سؤال؟ مفيش اي سؤال. انا هقفل الشات وهبدا اشرح في شابتر 2. هبدا اشرح في شابتر 2. دلوقتي احنا لما درسنا امبارح وشرحنا الريتريفنج سيلكت، انا بعمل سيلكت لجميع الرو اللي عندي، جميع الصفوف. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس لا، انا عايز الناس اللي شغاله في اداره 10 بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز شغاله الناس اداره 10، انا مش عايز كل الادارات. انت هتجيب لي تريف كل الداتا دي ليه؟ لا، انا عايز الناس اللي في اداره 10 بس. دوت موضوع حلقتنا، ده موضوع المحاضره النهارده، ان انا ازاي اعمل ريستريكتنج على الداتا وسورتنج ليها. السورتنج دوت ان شاء الله المره الجايه، لان انا مش هينفع اشرح الشابتر كله عشان الوقت بس. فانا ازاي انا اعمل ريستريكتنج بس النهارده يعني. ايه الاوبجكتيف الخاصه او الجولز، الاهداف الخاصه من الليميت من الشابتر النهارده؟ ازاي اعمل ليميت للرو، اقلل عدد الرو اللي بيطلع لي منين؟ من الداتابيز. واعمل سورتنج ان انا اعمل عمليه ترتيب، بس ده المحاضره الجايه ان شاء الله. وازاي اعمل سبستيوشن فاريبلز دوت المحاضره الجايه. انا هشرح بس النهارده الليميت، بس ازاي اعمل ليميت. انا دلوقتي عندي جدول الامبلويز اهوت. تمام؟ انا عندي رقم الموظف اهوت، اللاست نيم، الجوب اي دي، الديبارتمنت. كلام جميل. انا دلوقتي عايز اجيب الناس اللي في اداره 90 بس. لما اكتب جمله سيلكت تجيب لي الناس اللي في اداره 90 جاست ديبارتمنت از نمبر 90 بس. هعمل ايه؟ هكتب جمله سيلكت ازاي؟ انا عايز اجيب retrieving all employees in department 90. ازاي الكلام دوت اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله دلوقتي. limiting the row that are selected. ازاي تعمل limiting للرو في جمله السيلكت بتاعتك؟ ازاي بقى؟ restrict the row that are returned by using the where clause. دي بقى الحاجه الجديده النهارده، الوير كلوز. كلمه وير عندما، يعني لما اقول له سيلكت وحط لي بقى اللي انت عايزه من الجدول اللي انت عايزه، الجمله سيلكت دي لا تنفذ الا في حاله الشرط. انا بعمل شرط، بعمل كونديشن، بعمل كونسترينت، شرط او قيد على جمله السيلكت. ما تعملش ريتريف الا للداتا اللي انا بختارها وبحددها معايا في جمله السيلكت. تمام؟ طيب كلام جميل. اكتب ازاي بقى؟ بص معايا يا سيدي، انا هستخدم جمله وير بسيطه قوي. بقول له سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي فروم الامبلويز، وير ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كام؟ 90. تمام؟ انا احب بس انا هقول لكم على حاجه، ان انا هشرح دلوقتي نظري جمل السلكتات كلها اللي احنا هناخدها، هطبقها عملي عشان بس الدنيا ما تهنكش. فكره حلوه دي صح؟ طبعا الكل هيقول نعم يعني. وبعد الثوره في ديمقراطيه، يعني هتقولوا اللي انتوا عايزينه وانا برضو هعمل اللي انا عايزه. سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي فروم الامبلويز، وير ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كام؟ بيساوي 90. طيب كلام جميل قوي. يعني هو دلوقتي هيروح يجيب لي رقم الموظف واللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي من جدول الامبلويز. الكلام ده هيتنفذ على مين؟ طب ما ماشي، ما انا عارف على مين؟ على الناس اللي في اداره 90
فقط، جاست اداره 90. كلام جميل قوي والدنيا بدات توضح شويه. طيب انا دلوقتي انا في المثال اللي فات انا كنت بعمل الشرط على رقم وليس اسم. بمعنى انا ما بقولوش روح هات لي جميع الموظفين اللي اسمهم احمد، انا بقول له هات لي الموظفين اللي في اداره ورقم، بس رقم، جاست رقم. تمام. طب انا عايز اعمل شرط او كونديشن على اسم، انا عايز الناس اللي اسمها احمد، عايز الناس اللي شغالين بروجرامر، عايز اسم بقى، كاركترز يعني. هعمل ازاي بقى؟ خلي بالك وركز معايا قوي في الموضوع ده. الكاركتر سترينج او الديت، انا هعمل سيلكت على كاركتر سترينج كلمه او ديت تاريخ يعني. هستخدم حاجه يبقى لازم الكلمه ديت انكلوز ان سنجل كوتيشن ماركس، يعني لازم الكلمه ولا بد علشان الجمله سيلكت تبقى صحيحه لازم تبقى في سنجل كوتيشن. شايف سنجل كوتيشن ديت مع سنجل كوتيشن دي وجواها الكلمه، او سنجل كوتيشن التاريخ لو انا هبحث على التاريخ معين، الناس المتعينين في 25/11/2010 هيجيب لهم لك لازم تكتب التاريخ من سنجل كوتيشن. طيب كلام جميل قوي وحلو قوي وتمام. وبص بقى خلي بالك قوي من الحته دي، الكاركتر فاليو ار كيس سنسيتيف وحط تحتها 100 خط، حط تحتها 100 خط. كيس سنسيتيف يعني ايه يا باشمهندس؟ كيس سنسيتيف. انا دلوقتي اسمي احمد، انا كاتب اول حرف ايه، ما اجيش اعمل جمله سيلكت واقول له اللاست نيم احمد، هيقول لك الجمله دي صح ولا غلط؟ هيقول لك حضرتك الجمله سليمه 100% بس ما فيش اساسا داتا، هيقول لك نو رو سيلكتد. دي سي ودي تي واي دي. تمام، عشان بس الخط انا خط وحش بس على الماوس. يبقى لازم اراعي انا اشوف كاتب الحرف دوت كابيتال ولا سمول. طب بالنسبه للديت بقى لازم يبقى الفورمات بتاعه الديفولت اللي هو ايه، دي ده الخاص بالايام، داش MON ده خاص بالشهور، داش RR ده خاص بالسنين. كلام جميل قوي يا باشمهندس. طب عايزين نشوف طب مثال جميل قوي اهو. بص سيلكت اللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي فروم الامبلويز. الكلام ده يا باشمهندس هيجي لمين؟ قال لك ان اللاست نيم بتاعي وولهن، اللاست نيم وولهن، بس خلي بالك ان الدبليو هو كاتبها لك كابيتال وعمل سنجل كوتيشن وسنجل كوتيشن. تمام. طيب نشوف مثال تاني. لا هو دخل بقى على حاجه تانية قوي. فاكرين امبارح لما قلنا احنا عندنا حاجات اسمها لوجيكال وحاجات اسمها حاجات لوجيكال وحاجات خاصه بالارثماتيك اوبريتورز. انا دلوقتي لو انا عايز اعمل كومباريزون كونديشن يعني المقارنه بين حدين، المقارنه بين تو بين حاجتين بالظبط. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك انت عندك كونديشن كومباريزون او كومباريزون كونديشن. ايه ده يا باشمهندس مش فاهم؟ قال لك انا عايز مثلا اساوي حاجه بحاجه، او اقول لك هات لي الحاجات الاكبر من كذا، او هات لي الحاجات الاصغر من كذا، او هات لي الحاجات اللي بتساوي كذا، او هات لي بقى المرتبات بين الناس اللي بتاخد 2000 والناس اللي بتاخد 10000 جنيه. هات لي الناس اللي في النص. طيب هات لي الناس اللي موجودين في الادارات 10 و20 و30 بس. طيب هات لي الناس اللي شبه الوظيفه ديت، او هات. تمام. انا عايز اعمل مقارنات بالكلام ده. ازاي اعمل المقارنات بالكلام دوت؟
قال لك ان انت عندك اوبريتورز وعندك المينينجز بتاعتها. عندك اللي يساوي ده يساوي ايكوال تو، الاكبر من ده جريتر ذان، اكبر من او يساوي جريتر ذان اور ايكوال. تمام. الاصغر من ده less than، الاصغر من او يساوي less than or equal. not equal between and between two value. تمام. يعني ايه؟ يعني انا هقول له ايه؟ هات لي الموظفين between، دي كلمة between. تمام. الناس اللي بتاخد 2000، كلام جميل، and الناس اللي بتاخد 5000. ركز ان لازم تبقى القيمة الصغرى الاول والقيمة الكبيرة في الاخر. تمام. طيب قال لك الحاجة التانية ان عندك ان وفتح لك قوسين كده وحط بقى القيم اللي انت عايزها. وقول له مثلا هات لي الموظفين اللي في ادارة ان، وافتح قوسين 10 كوما 20 وهكذا، واقفل القوس. وعندي حاجة كمان اسمها لايك. يعني ايه لايك ديت؟ هات لي حاجة شبه ديت وهنشوف مثال عليها. وعندي از نل، لو القيمة بنل. طيب لما نشوف كده امثلة على الموضوع ده، قال لك ايه هنا؟ قال لك هات لي السلكت اللاست نيم والسالري. هل في مشكلة؟ لا، الكلام ده شفناه قبل كده كتير. منين؟ من السوبر ماركت؟ لا، من جدول الامبلويز يا باشمهندس، هنهزر؟ طيب وير ان السعر ده اصغر من او يساوي كام؟ ال 3000، فهيروح يجيب لي الناس كلها الاصغر من كام؟ من 3000. طب لو عملت كده هيروح يجيب لي الناس كلها اللي كام؟ اللي اكبر من 3000. طب لو عملت كده هيجيب لي كل الناس بس ما بيجيبش ال 3000. تمام. تمام. طيب انا عايز استخدم البتوين اند، جملة سيلكت عادية تاني اهو. بص اهو، سيلكت اللاست نيم والسالري. منين؟ من الامبلويز. وير ان السالري بتوين القيمة، بص 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 اهو، لور ليميت اقل قيمة، ابر ليميت اعلى ايه؟ قيمة. فهيجيب لي من 2500 لحد كام؟ 3000 وكام؟ و500. فهيجيب لي الناس اللي بينهم، اللي ما بينهم. وخلي بالك ان هو ممكن يجيب ال 3500 اهو، ده 3500 300 2600 2500. فبيجيب القيمتين دول بيجيب ما بينهم، يعني بياخدهم معاه. يعني بيجيب الناس اللي بتاخد القيمة دي والناس اللي بتاخد القيمة دي، وما بيجيب ايه؟ القيم اللي ما بينهم هما الاتنين. مفيش مشكلة، كلام جميل قوي يا باشمهندس. طيب انا عايز استخدم الان، هقول له ايه؟ هقول له سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والسالري والمانجر اي دي، رقم المدير من جدول الامبلويز. لما يكون المدير بتاعي موجود في رقم 100، الناس اللي مديرهم رقم 100، الناس اللي المديرين بتاعتهم رقم 101، والناس اللي مديرهم 201، هيروح يجيب بقى كل الناس اللي شغالين في الاداره اللي مديرها رقم 100، وهجيب كل الناس اللي شغالين في الاداره اللي مديرها رقم 101، وهجيب كل الناس اللي شغالين في الاداره اللي مديرهم كام؟ 201. مفيش اي مشكله. بص كده جاب لك ده 200، ده شغال عند المدير 201. تمام. ده شغال عن 101 وشغال ده عن 101، ده شغال عند 100 وده شغال عند 100 وده شغال عند 100 وده شغال عند 100. تمام. مفيش اي مشكله. فان ديت بتمكنني ان انت بتفتح لسته كده تحط فيها وكوما القيم الليسته اللي انت عايزها، بين كل قيمه وقيمه كوما. تمام. كلام جميل قوي يا باشمهندس، وعايزين نشوف العملي. طيب حاضر، والله العظيم بالراحه عليا. ركز معايا قوي بقى في الحته دي، ركز قوي قوي. يعني انت عايزك كده لو معاك جنبك كوبايه شاي كده تشفط لك، تاخد لك بق وتركز معايا. using like condition. بص معايا، صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. انا لما اجي استخدم اللايك بقول له ايه؟
هات لي، انا اللي يهمني بس ان انت تعرف علامه البيرسنت ديت ال 100% وعلامه الاندرسكور بيعملوا ايه دلوقتي. ما تستعجلش على رزقك وهنفهمها دلوقتي. سيلكت الفيرست نيم، هات لي الفيرست نيم فروم الامبلويز وير ان الفيرست نيم لايك وفتح سنجل كوتيشن وكتب اس وعلامه البيرسنت في المية. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ انا مش فاهم اي حاجه، هقول لك اهدى عليا وهنفهم مع بعض. انا لما اجي استخدم لايك واقول له علامه سنجل كوتيشن كده اس بيرسنت سنجل كوتيشن، يعني ايه؟ يعني روح هات لي جميع الاسماء اللي عندي في الجدول بتاعي بتبدا بحرف الاس. اول حرف عندي حرف الاس وعلامه البيرسنت، يعني في بقى حروف بعد كده. يعني ايه بقى؟ فهمنا دلوقتي وظيفه البيرسنت ايه؟ يعني البيرسنت بتعمل ايه؟ هكتبها لك بالعاميه او كده عشان تفهمها. يعني ايه؟ يعني لما بقول له كده اس بيرسنت والكلام ده طبعا هيبقى بين سنجل كوتيشن، يعني هات لي اول حرف اس، وطبعا الاسم مش هيبقى اس بس، فهيبقى مثلا نقول مثلا سامي، وفي مثلا ساهر، وفي مثلا سحر، في مثلا سارة. تمام؟ انا عايز اجيب الناس دي كلها، بس سبحان الله صدفه ان كل حرف بعدين بيبدا بحرف الايه، مش مشكله. انا عايز بس كل الناس اللي بتبدا بحرف ايه الاس دول. هجيبهم ازاي؟ هقول له فيرست نيم لايك وافتح من سنجل كوتيشن اس علامه البيرسنت واقفل. يعني هات اللي بيبدا بحرف الاس ان يكن بقى عدد الاحرف بقى. انا مش هكتب له الناس اللي بتبدا بحرف بكتب اسمه كامل، لا انا عايز الاس بس، فهيجيب لي كلهم، هيجيبهم لي كلهم. تمام؟ تمام قوي. طيب احنا دلوقتي يا باشمهندس عرفنا البيرسنت. طيب الاندرسكور يعني ايه؟ ركز معايا. سيلكت اللاست نيم من جدول الامبلويز. لما اللاست نيم لايك سنجل كوتيشن اندرسكور او بيرسنت اند سنجل كوتيشن. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ قال لك ايه بقى؟ انا مثلا عندي حد اسمه لولو مثلا، علشان بس الاو، بس انا عارف انتوا بتضحكوا، انا عارف. انا عايز اجيب الناس اللي تاني حرف الاو ايا يكن بقى مين. طب اعملها ازاي؟ فهقول له ايه؟ لايك سنجل كوتيشن اندرسكور او بيرسنت. يعني علامه الاندرسكور دي بتحجز لي الحرف، بتحجز لي ايه؟ حرف. يعني كده هيحسب لك ان اول حرف انا ماليش دعوه بيه، بس تاني حرف ايه؟ حرف الاو. تمام كده؟ تمام. اللي وقعت منه حاجه يكتبها وهنعيدها تاني ان شاء الله. يبقى انا عندي مثلا موظف زي كوخار كده ولا مورجس، تاني حرف الاو. انا عايز اجيب الناس اللي بتبدا تاني حرف او، تاني حرف او. تمام؟ اهو هعمل اندرسكور، يعني ماليش دعوه بالحرف الاولاني، والحرف التاني بتاعي او، وبعد الاو حروف بقى كتير. فهمنا بقى البيرسنت بتعمل ايه والاندرسكور بتعمل ايه؟ طب تمام قوي 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 قوي. بيقول لك ايه هنا بقى؟
ودوت سؤال في الامتحان، الامتحان الدولي الحته اللي جايه دي سؤال في الامتحان اقسم بالله. You can use the escape and the fire to search for the actual percent and underscore symbol. يعني ايه الكلام ده؟ انت لو عملت سيلكت العمود الجوب اي دي هتلاقي مثلا الكلمه بتبدا ايه؟ اس اي اندرسكور مان، صح؟ او الناس الاي تي مثلا هتلاقي كلمه اي تي اندرسكور بروج. كلام جميل. انا عايز بقى اشيل لما احط له مثلا علامه الاندرسكور ديت ما يحسبهاش ان هي حرف، لا يحسبها في الشكل، يحسبها في الشكل، ما ياخدهاش ان هي حرف. ازاي ده يا باشمهندس؟ ركز معايا ومخمخ في المثال الجاي ده. بص جمله سيلكت ده بيقول لك ايه؟ سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي، مفيش اي مشكله خالص، جمله سيلكت عاديه وعارفينها يا باشمهندس وتمام. طيب فروم الامبلويز وير الجوب اي دي لايك بيرسنت سنجل كوتيشن بيرسنت اس اي باك سلاش اندرسكور بيرسنت واسكيب باك سلاش. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا مش فاهم اي حاجه، اهدى عليا. بص كده الناس اللي هي بتبدا، الناس اللي شغاله في مندوب المبيعات، الكلمه بتبدا حرفين واندرسكور. انا عايز لما اكتب له الاندرسكور ما يحسبها ما يعتبرهاش سيمبل او رمز بتاعي ان هو يحسبها لي حرف، لا انا عايز احسبها بالشكل. فبقول له ايه؟ بقول له سنجل كوتيشن البيرسنت بتاعي تحسبا لو في اي حرف موجود، واول كلمه اللي هي ايه؟ اس ايه باك سلاش عشان انا بقول له باك سلاش علشان ما يعرفش ان ديت الاندرسكور ديت ايه حرف، ولكن يعتبرها ان هي منين؟ من الشكل ده. وهقول له اقفل لي إيه وبعد كده ايه؟ بيرسنت. كلام جميل. واقفل لي السيمي كولوم. طيب انا مش عايز الباك سلاش دي، انا مش عايزها، انا هستفيد بيها ايه؟ هقول له اسكيب بقى، اسكيب تجاهل الشكل ده. بكده عرف ان هو لما يشيل الباك سلاش هتبدا تنزل تعمل ايه؟ تبقى كده اهو. ومش هيعتبرها ايه؟ مش هيعتبرها رمز، ده هيعتبرها حرف معايا في الشكل. تاني select الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي فروم الامبلويز وير ان الجوب اي دي لايك بيرسنت اس اي باك سلاش اندرسكور بيرسنت سيمي كولم سبيس باك سلاش. يعني ايه؟ احنا قلنا ان انا عندي الموظفين بيبداوا اول 3 حرفين اندرسكور 3 حروف. انا عايز بقى اجيب اول 3 دول واعمل لايك عليهم. ازاي؟ اهو قال لك البيرسنت اس اي باك سلاش اندرسكور بيرسنت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هات لي الاس اي تمام والباك سلاش دوت علشان ما يفهمش ان الاندرسكور ديت تبع الشكل، ما يفهمش ان الاندرسكور دي تبع ايه؟ اللي هي سيمبل بتاعتي ان هي اعتبرها حرف. وبقول له اسكيب بقى من الشكل ده الباك سلاش، فهتنزل اس اي اندرسكور، فهيجيب لي الناس اللي ايه؟ اول 3 حروف فيهم في الجوب اي دي اس اي اندرسكور. دوت سؤال في الامتحان. تمام؟ طيب using the null condition انا بقول له select اللاست نيم والمانجر اي دي فروم الامبلويز وير ان المانجر اي دي از null. يعني ايه؟ مين الراجل الوحيد اللي ملوش مدير؟ رئيس مجلس الاداره هو مدير، مش هيبقى مفيش حد يمدير عليه. فبقول له ايه؟ هات لي الراجل اللي رقم المدير بتاعه بنل، فهيجيب لي ايه؟ المدير بنل. هات لي جمله سيك ديت لما يكون رقم المدير دوت مفيش فيه قيمه هنا. تمام؟ طيب انا هقف لحد هنا كده
والحق اطبق عملي على اللي فات علشان بس الوقت بتاعي الحق بس اروح المشوار ده. انا هفتح الشات واشوف لو في اي مشكله علشان نحلها يعني، او نشوف كده. ماشي، انا فتحت الشات. انا بحط باك سلاش قبل بقى اندرسكور عشان ما يحسبش الاندرسكور ديت تبع ايه، تبع بالظبط كده. لا باك سلاش مش سلاش دي، باك سلاش الثانيه اللي هي دي. ايوه بالظبط كده يا باشمهندس محمد ابراهيم، باك سلاش دي. بالظبط، انت ممكن تعمل كده، ممكن تعمل كذا حرف يعني، ممكن تعمل 5. السكيب ديت علشان نرجع تاني اهو، نرجع علشان انا عايز الشكل بتاعي فيه اس اي اندرسكور. تمام، انا عايز لما احط الاندرسكور ديت ما اعتبرهاش سيمبل ويحسبها مكان حرف، لا هي في الشكل اصلا، في الشكل اصلا. تمام، فانا بقول له ايه، اس اي باك سلاش اندرسكور، وبعدين هنا البيرسنت بتاعتي، وهنا ايه البيرسنت بتاعتي، واقول له طلع لي من الشكل ده الباك سلاش. بكده هتنزل لي ايه، اس اي اندرسكور، فهيبقى هحسبها لي ايه كان موجوده في الداتابيس بتاعتي، و مش هيحسبها لي كانها سيمبل يعني. مش هيجيب لك حاجه، هيحسبها لك مكان في الحرف. تمام. طيب هطبق عملي سريعا، او انا استسمحكم بجد يعني، انا هراجع على الكلام ده المره الجايه، بطبق عملي المره الجايه بس عشان الساعه 10 وانا مضطر اقوم دلوقتي. الجداول بتنزل في داتابيز يا باشمهندس حضرتك بتسطب الاوريكل هتنزل الجداول، فانا اسف جدا، فانا مضطر هقوم حاليا وهرفع لكم الحلقه، و ان شاء الله المره الجايه هعيد وهطبق عملي. اتفضل.